نص حبة بصل ونص حبة طماطم مع حبة فلفل حار ولا حبة فلفل حلو مع شوية حشيش. زيدي معاهم شوية بلور وانتي حضرتي هاد الوصفات سهلة خفيفة وسريعة وحصرية بلا لحم، مكونات متوفرة كامل في البيوت. واحد البنة ما نحكي لكمش، تابعوا معايا تشوفوا المقادير بالتفصيل. بسم الله وعلى بركة الله. ناخدو المكونات اللي ذكرتهم في الاول اللي هي البصل والطماطم مع الحشيش. نبداو نقطعوا نص حبه تاع البصل، نقطعوها فقط بالموس، ما نستعمليش السكرفات، قطعيها هكذا القطع خشنه شويه ومتوسطه. زيدي معهم هذاك شويه تاع الحشيش، استعملي الاغصان. حبه الطماطم تاني قطعوها، انا استعملت نصف حبه، اذا كانت عندك طماطم تكون صغيره تقدري تستعملي حبه كبيره. حبة متوسط الحجم يعني على حسب الرغبة تاعك. ونزيدو حبة فلفل، انا استعملت نص حبة فلفل حلو حار ونص حبة فلفل حلو يعني ضفتها من بعد ما حطيتها، يعني نسيت ما قطعتهاش في الاول، قطعتها بعد ما حطيت نجرة في الفرن كما تشاهدوا يعني. ومن بعد نمروا مباشرة نروح نحضروا المكونات الباقيين اللي هي ثوم مهروس مع شوية تاع ملح، ملعقة صغيرة من الملح نهرسوه. الملح راح يساعدنا باش الثوم يعني ترطب لنا بيان. نزيدو معاها 2 ملاعق او 3 من الزيت، يعني ديري غير شوية في الاول قسما نحمسو فقط، اي باسكو راح نزيدو لها شوية تاع زيت زيتون. نديرو التوابل اللي راح نذكرهم هي الكزبر وشوية تاع الكركم مع شوية فلفل حار او عكري مع شوية فلفل حلو مع ملعقة تاع راس الحانوت نضيفوها تاني باش الزيت يدخلوا كامل معانا. فوالا نزيدو هنايا ملعقة طماطم مصبرة، نضيف قيس فنجان تاع ماء، هنا شللت به فقط العلبة. نحمسوها نحركو ومنطم على نار ناقصة، نغطوها ونخلوها تذبل واحد 5 دقائق هكذاك. هنا ضروري تاخدي الكسرونه اللي راح تكيلي بها الماء تانيك. ندير 2 كيسان اي مقدار طل تاع برغل استعملت انا النوعيه الخاشين. فوالا حبيت نضيف لها حبه فلفل حلو مع هذيك الفلفل الحار، تمرقيها شويه زيدي لها شويه ماء كاس وزيدي خليها تطيب شويه. قبل ما نضيف البرغل نزيدو هذا زيت الزيتون، 3 ملاعق زيت الزيتون. كيفاش تغلي ونخلوها تغلي ترفد الغليه باش نضيفوه للبرغل تاعنا. بسم الله. في هذا الوقت نروح نشلل هذاك البرغل اللي كنت حضرته معكم اللي درتو في هذيك الكسرونه. شللته دوكا ضفته مباشره بعد ما رفدت لي الغليه. نحركها شويه، نخليها على نار قليله ونخليها حتى تجمر، حتى يتنفخ معايا كما راكم تلاحظوا، ولا على حسب الكميه. الا كنتي حابه يعني تكيلي الماء تقدري ديري هذيك الكسرونه اللي كيلت بها ضيفيها مع 2 كسارن تاع ماء، يعني كل كيله تاع برغل مع 2 كيلات تاع ماء، يعني نستعملوها شغل الكيلات كيما تاع الرز. وانا في الاخر بعد ما طابت معايا خليتها شويه مزرزقه، غطيتها وخليتها تبرد وكملت تشرب هذاك المرقه تاعها باقلها. كما كنت لاحظتوا شربت كامل هذيك المرق اللي قعدت فيها، ولات معانا ما شاء الله. مام الحبات يجوا مفروكين، شوفوا كيفاش يجي الحبه يعني كيما الارز كما قلت لكم قبل، يجي روعه من الطعم تاعو رائع خفيف، خاصه كما قلت لكم صحي ومفيد وما فيش بزاف المكونات واقتصادي، والبنه روعه. وتقدري ترافقيه مع الطبق تاعك، انا رافقته مع شويه تاع شلاطه
وزينته هكا بشويه حشيش وشويه طماطم شويه فلفل طيفي في الاخير. تقدري تضيفي لها في الاخير ملعقه تاع زيت زيتون. ممكن كفكره تقدري ترافقي الطبق تاعك مع شلاطه وشويه اي حاجه اللي تحبي تزيديها. المهم يعني وصفه اقتصاديه في نصف ساعه تقدري تحضريها، خفيفه وسهله و5 دقائق توجديها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتعطوني رايكم. تواصلوا معنا في موقع التواصل اللي راه اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والاشتراك وشاركوها مع اصدقائكم. والسلام عليكم.